ده اهم فيديو لازم تسمعه لو انت داخل سنة تالتة طب بيطري. السلام عليكم، انا ياسمين، طالبة في الفئة الرابعة كلية طب بيطري برامج المنصورة. الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا من الدفعة الاصغر مني بسنة. طبعا بعتولي اسئلة كتير جدا على قناة التليجرام وعلى جروب الواتساب، فلو انت مش موجود عليهم فهسيب لك لينكاتهم في الديسكريبشن بوكس. انضم لينا عشان تكون جزء من عائلتنا ان شاء الله. في الفيديو ده يا شباب، يعني عشان بس في كلام كتير جدا في سنة تالتة، فانا عاوزاك كده تبقى قاعد في مكان هادي ومشروبك الجميل ورقة وقلم وتركز معايا، عشان دي بجد يعني الفيديو ده هيبقى فيه كلام انا كنت اتمنى من سنة اسمعه قبل ما ادخل سنة تالتة، كان هيوفر عليا كتير جدا خلال السنة دي. فيلا صلي بينا على النبي ونبدأ على بركة الله. اول حاجة بتيجي في ذهن اي حد داخل تالتة، سنة تالتة اصعب سنة في الكلية زي ما بيتقال دايما، وازاي نواجه الصعوبة دي. طيب لو انا جيت قلت لك ان سنة تالتة اصعب سنة هبقى بضحك عليك، ولو قلت لك انها سنة سهلة برضه هبقى بضحك عليك. لا، اما ايه شغل تنمية بشرية؟ امال ايه الصعب؟ هي سهلة ولا صعبة؟ الكلام ده انت اللي بتحدده مش السنة. بمعنى الطبيعي جدا يا دكاتره ان احنا لما بنكبر سنه، السنه اللي احنا بنبقى فيها بتبقى اصعب من السنه اللي قبلها. يعني انت مثلا وانت في سنه تانية كنت بتقعد تقول يا ليت سنه اولى ترجع، يا سلام فين ايام سنه اولى. اما انت كنت في اولى كنت شايل هم الدنيا وحاسس ان انت في اصعب سنه. انت ان شاء الله لما تبقى في ثالثه هتبقى شايف ان ثالثه صعبه وسنه اولى وثانيه كانوا لعب عيال. انا كياسمين اهوت مثال عليا، انا ان شاء الله دلوقتي داخله سنه رابعه، هبقى شايفه ان سنه رابعه اصعب من سنه ثالثه. فده طبيعي جدا، طبيعي جدا. البني ادم بطبيعته لما بيكبر كل ما بيكبر كل ما بيواجه صعوبات اكتر عشان يبدا دماغه تعلى وتكبر. تمام. طيب السؤال الصح المفروض يتسال ايه بقى مميزات سنه ثالثه وايه عيوب سنه ثالثه، او العقبات اللي هتواجهك خلال السنه دي وازاي يتغلب عليها. تعالى كده يا صديقي الاول ابدا لك بالمميزات. سنة تالتة مش هتواجه فيها الصعوبات اللي كنت بتواجهها قبل كده، زي مثلا اللغة، ان دايما اغلب حتى طلبة سنة اولى يبقوا شايفين اللغة ومستصعبينها. فكرة انك لسه داخل جامعة بقى وخايف والجو جديد والدنيا جديدة ولسه ما كونتش صحاب والكلام ده. فكرة انك لسه ما انتش فاهم نظام الكلية ماشي ازاي او الامتحانات وكده. فكل الحاجات دي خلاص انت بقيت مخضرم في تالتة، انت بقيت خلاص من الناس الكبيرة في الكلية، فكل الكلام ده بالنسبة لك في الفاضي. ايه بقى المشاكل اللي ممكن تواجهك في سنة تالتة؟ اقسامها. اقسام سنة تالتة اقسام كلها جديدة، انت هتتعامل مع دكاترة جداد تماما. انت وانت في اولى وتانية كنت بتتعامل فيسيولوجي بايو اناتومي، الاقسام دي فضلت معاك طول السنتين فانت اتعودت عليهم. لكن بعد كده انت بتودع الاقسام دي وبتبدا بقى تخش على اقسام جديده. فعشان كده سنه تالتة صعوبتها في انك بس عاوز تفهم الاقسام دي دماغها شغال ازاي والمواد بتتكلم عن ايه وازاي تذاكرها. لو انت عرفت الخريطه دي، عرفت كل قسم ازاي بتذاكره ودماغه ماشيه ازاي وازاي تمشي طول السنه، صدقني والله العظيم هتبقى من اجمل السنين اللي هتعدي عليك. فانا بجد مش ببالغ، بس كانت اكتر مشكله بتواجهني وانا داخله تالتة ان انا ما كنتش عارفه ازاي اذاكر المواد، ما كنتش لسه فاهمه دماغ الاقسام او هم صعبين سهلين امتحاناتهم بتيجي ازاي اسئلتهم، فما كنتش لسه فاهمه كل ده. لكن لو كان في حد وقتها يفهمني كده ويقول لي ايه الدنيا، كنت صدقني كانت الدنيا هتبقى معايا بسيطه جدا. فركز بقى كده معايا وارجوك تركز في الكلام ده، عشان يعني انا هقول كلام زي الفل ان شاء الله. الله المستعان، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الاول كده ايه هي عدد المواد؟ انتوا عندكم 7 مواد في السنه دي، تمام. طبعا هتكلم شويه عن عام وبرامج. هو عام وبرامج عندهم 6 مواد مشتركه وهنتكلم عنهم دلوقتي بالترتيب. في بقى الماده الزياده بتوع برامج عندهم ماده التميز اللي هي الخاصه بالبرنامج بتاعهم، وبتاع عام هياخد الفيرولوجي. طبعا بتوع برامج خدوا فيرولوجي في سنه تانية، فبالنسبه لهم الفيرو دي خلاص مع السلامه. تمام، يبقى انت عندك كام ماده؟ عندك 7 مواد. طيب بالنسبه لترتيب المواد من حيث الصعوبه، هو بص برضه حته صعبه وسهله المواد. في مواد فعلا سهله وفي مواد صعبه في سنه ثالثه. يعني دايما هتسمع الباره تقيله، هتسمع عن الكلينيكال تقيله عشان الكلينيكال نازله من سنه رابعه وهنتكلم عنها بالتفصيل. هتسمع ان التغذيه كتير جدا ودش. في مواد تانية لذيذه زي الفارم وهكذا. عموما حته الصعوبه دي هنتكلم عنها يعني ان شاء الله بالتفصيل مع كل ماده دلوقتي. طيب بنحضر كام يوم في الكليه؟ طبعا عادي جدا بتحضر 3 ايام عادي جدا زي ما كنت بتحضر في اولى وثانيه، مفيش اي اختلاف. الاختلاف الوحيد ان السكشن بدل ما كان ساعه يبقى ساعتين، وهتكلم برضو في الموضوع ده بشكل مستفيض في نهايه الفيديو. اقول لكم ان دي ميزه مش عيب، عشان في ناس شايل هم السكشن ساعتين. والله احلى حاجه بتحصل ان السكشن بيبقى ساعتين، وهتفهم دلوقتي ان شاء الله. طيب
تعالى بقى كده واحده واحده وابدا اكلمك عن البعبع البدايه. واي طالب بيدرس طب بيطري طب بشري بيبقى دايما خايف من الكلمه دي، الباراسيتولوجي. طيب واحده واحده بقى كده عشان بس ايه نفهم البارا ديت ايه الدنيا فيها، وهل هي فعلا صعبه بقى ومحتاجه كل الضجه اللي معمولها دي ولا لا. طيب الاول كده احنا هنتكلم عن كل ماده عن 6 محاور. الماده بتتكلم عن ايه، ازاي بتتذاكر، نظام امتحاناتها والاسئله، وهنتكلم كمان عن إيه. طبعا الجزء ده هيبقى مهم شويه لطلبه المنصوره، اللي هو القسم في الجامعه دي في جامعه المنصوره عامل ازاي، والكورسات والورق واهميتها في الشغل. تمام، فركز بقى معايا كده. نبدا باول حاجه الباراسيتولوجي. الماده بتتكلم عن ايه؟ باراسيتولوجي يا شباب هو علم الطفيليات. يعني ايه علم الطفيليات؟ انتوا الترم الاول ان شاء الله هتدرسوا الديدان بالكامل. تمام، يبقى انت هتاخد الترم الاول هتقعد تدرس دود. انت مش هتعمل حاجه غير انك بتاخد دود بس. تمام، ايه الدود ده؟ هتاخد ان شاء الله الترم الاول 3 اقسام في الدود. هتاخد حاجه اسمها التريماتودا، وحاجه اسمها السيستودا، وحاجه اسمها النيماتودا. ما تتخضش من الاسماء، بس الدنيا بسيطه ان شاء الله، ما تقلقش. بس انت هتفهم ده. هتاخد الثلاث حاجات دول اللي هيكونوا الترم الاول كله في البار: تريماتودا، سيستودا، نيماتودا، بس مش اكتر من كده. تمام. طيب في الترم التاني ان شاء الله بتبدا بقى تدرس ايه؟ تدرس حشرات وتدرس اوليات، تقعد بقى تاخد دبان وتاخد ناموس والكلام اللذيذ ده. ماشي، انت كده عرفت الماده مبدئيا بتتكلم عن ايه. انت المفروض بقى يعني مثلا هنمسك الترم الاول، خلينا تركيزنا على الترم الاول. الترم الاول انت هتاخد دود، فانت المفروض هتعمل ايه في الدود؟ انت بتمسك كل دوده وتبدا تعرف شكلها عامل ازاي، وتبدا تعرف دوره حياتها عامله ازاي، وايه الامراض اللي بتسببها، وهكذا بقى طول الترم انت شغال كده قاعد ماسك كل دوده، بتعرف شكلها، بتعرف دوره حياتها، بتعرف بعد كده ايه هي بتسبب امراض ايه. فطب ايه بقى المشكله في كل ده؟ المشكله يا شباب انها بتلخبط. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا جيت كلمتك عن طريقه المذاكره، ايه اللي انا لما جيت داخله سنه ثالثه قالوا البره تقيله، البره صعبه، البره ما بتتلمش، البره ما بتجيبش فيها تقدير. طيب انا لما جيت سالت طالب شاطر شويه اكبر مني، قلت له يا دكتوره هي البارة ايه مشكلتها في المذاكرة؟ قالك مشكلتها حاجتين. ركز بقى معايا دي عشان انت لو عرفت مشاكلها هتعرف تحلها. المشكلة الأولانية في أسماء الدود. أسماء الدود يا جماعة أسماء تقيلة جدا. يعني هتلاقي دودة اسمها كارمياس جرجريس، هتلاقي دودة تانية اسمها جاستروديسكس ايجيبتيكس، أسماء كده متخلفة. تمام، هتلاقي دودة اسمها مثلا، دي دودة سهلة فاشيولا، دي عارفينها عادي، بس هتلاقي مثلا في فاشيولا هيباتيكا، في فاشيولا جايجانتيكا. المهم انك هتسمع اسماء ديدان هتتخض في البدايه. شايف انت وشك المخضوض ده؟ هتتخض كده زي ايه؟ طبعا انا الكلام بالنسبه لي بقى سهل لان انا اتعودت، لكن انت ان شاء الله اما تبدا تذاكر الماده وتتعود لسانك هياخد على اسماء الدود. يبقى اول مشكله عندك هتقابلك في البارة اسماء الدود. طب المشكله الثانيه، الدود كتير قوي، هتتلخبط، هتقعد تحفظ كل دوده، هتيجي بعد ما تاخد لك كده مثلا قيمه 10 15 دوده تلاقي نفسك تهت بقى، ما انتش فاكر دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، كله هيخش في بعضه. يبقى دي ايه؟ يبقى دي مشاكل البارة. عشان كده البارة ماده تقيله. طيب انا بقى ازاي احل المشاكل ديت؟ ركز معايا. الاول بالنسبه لمشكله اسماء الديدان، فدي مشكله اصلا انت مريت بيها من اول ما دخلت الكليه. يعني انت مثلا في الاناتومي، في السكشن بتاع الاناتومي، انت اول ما سمعت اسماء العضلات، يا باشا سيبك من اسماء العضلات، إيه دي حاجه متطوره شويه. انت اول ما دخلت وقال لك سكابولا انت اتخضيت، قال لك هيومرس انت اتخضيت، مع ان دلوقتي انا لما بقول لك سكابولا وهيومرس وريديوس ان النا، الكلام ده بالنسبه لك كلام فاضي. ليه؟ عشان انت اتعودت عليه خلاص. فهي نفس الفكره، انت زي ما اتعودت على مصطلحات الاناتومي هتتعود برضك على مصطلحات البار. فانت عشان تحل مشكله الاسماء الدود الاول كده لازم تدخل على الماده انك انت مرتاح. الماده على فكره يا جماعه والله العظيم فيها مميزات مش هتلاقيها في اي ماده تانية، وفيها طريقه مذاكره انت لو عرفتها وطبقتها طول الترم صدقني هتبقى من احسن المواد عندك في الترم وهتجيب فيها امتياز بكل سهوله. انا الطريقه ديت ما اكتشفتهاش غير في نهايه الترم الاول، فيعني انا بديك يعني معلومات مش هتلاقيها والله، فركز معايا الله يكرمك كده. يبقى انت كده بالنسبه الاول كده انت لازم تدخل على الماده. لو دخلت على الماده انها صعبه، ما بتتلمش، ما بتتفهمش، ما بتتحفظش، كل سنه وانت طيب مش هتعرف تعمل اي حاجه. لازم تدخل على الماده وانت عادي، الدنيا بسيطه والماده سهله وهتتلم. ده مبدئيا تبقى داخل بنفسيه كويسه. طيب النقطه الثانيه، اول حاجه هتقابلك قلت لك ايه؟ مشكله الديدان. اكتب عندك كده اول حاجه مشكله اسماء الدود. اسماء الدود ازاي تتحل؟ انت هتسمع اسم دوده من الدكتور، يعني الدكتور يقول لك احنا النهارده هنتكلم عن دوده اسمها الفاشيولا، والفاشيولا دي منها اقسام، في فاشيولا في جايجانتيكا وفي هيباتيكا. مثلا في محاضره ثانيه يقول لك احنا بنتكلم عن الشيستوسوماتيدي، عيله الشيستوسوماتيدي كلها. يقول لك احنا بنتكلم عن الكارمياس جرجريس، وهكذا. فهو بيبدا يقول لك اسماء دود. فانت اول ما تسمع اسم الدوده
يعني الدكتور قال لك كالميرياس جرجريس، فانت تقعد تقول ايه؟ كالميرياس جرجريس، كالميرياس جرجريس. انت هتقعد تكرر اسم الدوده. لو انت سمعت اسم الدوده صح وكررتها صح، صدقني هتبدا تتعود بشكل، يعني انت لوحدك كده دماغك هتبدا بس في الاول تعمل شك، هتتصدم بس من الاسم اللي في الاول. بعد كده كتر لما بتسمع الاسم وكتر لما تكرره على لسانك هيبقى سهل جدا. ودي حاجه طبيعيه بتحصل مع اي حد فينا. لو انت بتتعلم لغه جديده برضو بيحصل لك نفس التشوك دي، زي ما حصلت لك في الاناتومي بتحصل لك في الانجليش، بتحصل لك في اي لغه انت عاوز تتعلمها، برضو كذلك في البارو. اول ما تسمع اسم الدود هتتخض، بس بعد ما تتخض تسمع الاسم كذا مره تردده بلسانك هتلاقيه سهل جدا، وهتلاقي نفسك بتقوله زي ما انا بقوله بكل سهوله، وهتحس ان الدماغ خلاص اتعودت عليه. حاجه برضو يعني تركايه برضو حلوه في حته اسماء الدود، يا ريت تكتب الاسم ولو مره واحده. اما تكتب الاسم قدامك برضو هتثبت اكتر في دماغك. تمام، حلو. خلاص يا ياسمين، كده احنا بالنسبه لاسماء الدود عرفنا ازاي هنتعامل معاها. طب بقى بالنسبه لكميه الدود الكتير اللي احنا بنتلخبط فيه، بفضل الله يعني سبحان الله، يعني الحمد والشكر ليك يا رب، انا من الناس اللي قدرت تشرح بار. الحمد لله شرحت بار ترم اول ترم تاني، وان شاء الله الشرح ده ينزل لكم هنا على قناه اليوتيوب. فلو انت مش مشترك فيا ريت تنزل تشترك وتفعل الجرس عشان الشرح ده يوصلك باذن الله في بدايه السنه الجديده. طيب انا لما كنت بشرح انا ما كنتش بشرح الماده يا شباب سهله، يعني الماده مش محتاجه حد يفهمها لك. تمام، لان الماده بقول لك انت هتجيب دوده، هتعرف شكلها، هتعرف دوره حياتها، بتعمل امراض ايه، شكرا. هي دي حرفيا الماده. فانت اصلا مجرد ما تسمع الدكتور مره انت فهمت الماده، مشكلتها بقى في ايه؟ في حفظها. تمام، فانا لما كنت بشرح الماده لزمايلي انا ما كنتش بشرح الماده كفهم، احنا فاهمين الماده سهله تتفهم، يعني انت لو قراتها مع نفسك هتفهمها، مشكلتها في حفظها. فانا كنت عامله لهم كل دوده بمسكها لهم واعمل لهم عليهم افتكاسه، بنعمل قصه، يعني كل دوده بنعمل لها حدوته. حلوه، وكل دوده بنعمل لها حدوته، حلوه دي. هي احنا فعلا انا كنت بعمل كده، يعني مثلا احنا عندنا بيقول لك في فاشيولا اسمها جايجانتيكا وفي فاشيولا اسمها هيباتيكا. طب انا ليه اوجع دماغ؟ طب خلاص هنسمي جيجي وهنسمي هشام، سهله اهي. يقول لك مثلا ده ديت بتنقل عن طريق حلزونه اسمها معرفش ترانكيتا، والتانيه اسمها معرفش ايه، هتلاقي اسمها متخلفه. فانا بعمل قصه لطيفه ظريفه، كل دوده لها قصه صغيره بتتربط في دماغنا. اول ما احنا كنا طول ما احنا قاعدين في الامتحان بنقرا الاسئله كده بنفتكر القصه، فنقعد نضحك الافيه بتاع المعلومه دي، فبنضحك فبنعرف نحل. يعني طول حرفيا احنا الماده دي يا جماعه ماده خام للنكت، ماده خام للتحشيشات بيسموها ايه، النيمونكس كده، احنا كنا بنعمل كده. فانت ان شاء الله لما تيجي حتى تسمع الشرح اللي هنزله لك ايا يكن، هو ممكن يكون مختلف عن الداتا بتاع كليتك، ممكن يبقى فيه بعض الاختلافات، ده طبيعي جدا ان كل سنه لها ظروفها. ولكن اللي عاوزاه تتعلموا مني في الشرح ايه، ان انا كنت بشرح بطريقه انا عاوزاك تذاكر بيها، ان كل دوده ان شاء الله انت هتبدا تسمعها مني. لا احنا مش بنذاكر كاننا بنرص كلام، لا احنا كل دوده ماسكين لها قصه وحدوته. دي الطريقه الوحيده حرفيا اللي انت لازم تذاكر بها بارو، يبقى انك تسمع الدود باسماء الديدان كتير وتكررها على لسانك عشان تتعود عليها. الحاجه التانية كل دوده لها قصه وحدوته، بس انا عاوزاك تشتغل كده. لو انت اشتغلت طول الترم بالاسلوب ده صدقني البارو هتبقى بالنسبه لك سهله جدا جدا جدا. وعاوز اقول لك ان البارو فيها ميزه حلوه قوي، ان المنهج العملي هو منهج النظري، هو اللي هتمتحنه في الميدترم، هو اللي في الكوزات، هو اللي في الفاينل، كله شبه بعضه. يعني انت بتذاكرها مره واحده بس هتلاقي نفسك بتضرب كل الامتحانات في بعض، على عكس مواد تانية. في مواد لا، انت في مواد انت بتذاكر لها منهج عملي ومنهج نظري، لا البارة كله شبه بعض يا شباب. انت لو ذاكرت النظري فانت كده هتعرف تحل في العملي، وهتعرف تجاوب في الشفوي، وهتعرف تحل في الفاينل، وهتعرف تظبط الكويزات، هتعرف تعمل كل حاجه حرفيا. فاهمني قصدي؟ طب هو العمل بتاعي بيبقى عامل ازاي اصلا؟ ده هو بيبقى عباره عن ايه، شويه شرايح، بيديك شرايح ديدان، صور الديدان، ويقول لك اكتب لي اسم الدوده ووصفها لي، قول لي فيها اي علامه مميزه. طب ما انت اصلا لو مذاكر من نظري اسم الدوده وشكلها وهتبقى ذاكر كده دوره حياتها وخلاص، ما انت اصلا هتعرف تحل العملي سهل. فعشان كده البارة بجد يا جماعه من المواد المريحه في المذاكره، انك هتذاكرها مره واحده بس. اهم حاجه اوعى تراكم، لو قعدت تراكم في الدود، انا كل اللي عاوزاك تعمله كل اسبوع هتاخد دوده جديده، هتاخد كام دوده جديده، فانت هتمسك كل دوده تبدا تكررها كتير بالنسبه لاسمها وتقعد تقولها ورا الدكتور، تمام، عشان تبدا تحفظ الاسم في دماغك. الحاجه التانية كل دوده هتمسكها تعمل لها قصه وحدوته وتكتبها عندك، بس اعملها في شكل جدول. يعني احنا اصلا عامل لها جداول هتنزل لكم برضو ان شاء الله، اعملها في شكل جدول ومقارنات. لو انت عملت كل دوده جدول مقارنه كده لطيف ظريف مع كل حدوته، هتلاقي نفسك خلاص قبل اي امتحان هتمسك مثلا جدول التريماتودا، وهتبدا كل دوده لها قصه وحدوته في دماغك، فهتبدا خلاص بقى الكلام بالنسبه لك هيبقى تافه.
تمام. فالسر انك تحشش الماده، تبصمج الماده بالطريقه اللي ان شاء الله هينزل بها الشرح. تمام. الحاجه التانية انك تكرر الماده كتير. تمام. ده اهم حاجه يا شباب، وتفضل ماشي كده طول السنه، هتلاقي والله بجد الماده سهله ولطيفه جدا. انا للاسف ما اكتشفتش الموضوع ده غير في نهايه الترم الاول، فما وفقتش قوي في الترم الاول، بس لما طبقت الطريقه دي في الترم التاني جبت امتياز ونحط رجل عج وانا مرتاحه، وما كنتش حاسه باي تعب خالص في الماده دي بالذات، بسبب طريقه المذاكره الصح. تمام. فده كده بالنسبه لايه، لطريقه المذاكره. عارفه اني طولت قوي في الباره، بس علشان كتير قوي خايف منها. طيب، نظام الامتحانات والاسئله زي ما انا قلت لك، هو بالنسبه للعملي فانت عندك شرايح، فبتبدا تشوف شكل الدوده، ويقول لك تكتب اسم الدوده وتكتب كومنت عليه، يعني اي حاجه بقى مميزه في شكل الدوده هتبدا تكتبه خلاص. ده كده بالنسبه للعملي. بالنسبه للفاينل، فامتحانات الفاينل عندنا في جامعه المنصوره مريحه جدا. لو انت مذاكر هتحل، الموضوع بسيط، هيقعد يسالك على اشكال الديدان، هيسالك عن دوره حياتها، الكلام بسيط جدا وسهل. تمام. وانت ان شاء الله بقى مع الشرح ومع الدراسه تبقى هتفهم شكل الاسئله بشكل اكبر يعني. بس القسم عندنا لو هتتكلموا في جامعه المنصوره، قسم البارة يعني امتحاناته سهله جدا لو حد مذاكر. لو انت مذاكر هتعرف تحل عادي، مش ما فيهاش افتكاسات. تمام. بس ما فيش بصمجه، يعني ما تقولش ان انا هبصمج، لو بصمجت هتروح في 60 داهيه. انا مبدئيا عشان بس كده ايه، اديك الخلاصه يعني. طيب، زي ما قلت لك القسم. طب بالنسبه للشرح وكده، اغلب الدكاتره شرحهم كويس، يعني انت مش هتحتاج شرح من بره، يعني عشان كورسات وورق، فلا ككورس انت مش محتاج خالص في الماده دي. زي ما قلت لك التحدي في ماده الباره هي مذاكرتها مش شرحها. انت والله هتفهم من اي حاجه، يعني الداتا كويس. واصلا كمان القسم ده فيه ميزه حلوه جدا، ان هو بينزل المحاضرات على المنصه بشكل مستمر. يعني انت هتلاقي المحاضره نزلت مع المنصه قبل ما تشرح اصلا في الكليه، فشرح المنصه كافي ووافي، مش هتحتاج اي حاجه. حابب برضو تحضر كمحاضرات مفيش مشكله عادي، يعني از يو لايك، انت اكيد فاهم يعني، براحتك خالص. بس الداتا والمنصه كافيه جدا جدا للشرح القسم، يعني مفيش اي مشكله. بالنسبه للورق، فبصراحه كتاب الكليه مش لطيف. ليه بقى كتاب الكليه مش لطيف؟ هقولك، علشان هو ملان حشو في الفاضي. انت مطالب باللي الدكتور بيشرحه لك، يعني انت الدكتور بيشرح لك بعض المعلومات في سلايدات، ده اللي انت مطالب بيه، ما انتش مطالب بكتاب. لو بصيت في كتاب هتتعقد. فانت مطالب بس بالمنصه او بالشرح اللي الدكتور بيشرحه لك على المنصه. فاي ورق موجود عندك في الكليه ماشي مع المنصه، بيقول نفس المكتوب فيه المعلومات اللي بتتقال على المنصه بالظبط، يشتريه. بس مش هقولك اكتر من كده. اي ورق بقى، اهم حاجه الورق بتاع اللي انت هتذاكر منه يكون متماشى مع المنصه اللي انت بتاخد عليه. وعاوزه اقول لك على حاجه برضو، يعني ايه، لان احنا طبعا عندنا في عمو برامج البارة كانت مختلفة شوية، مش مختلفة كمنهج، هو نفس المنهج بتاخده في المنصورة، في كفر الشيخ، في اسماعيلية، كل واحد، بس الفكرة كل دكتور ليه معلومات بيحب يقولها. فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا، انا التريماتودا دكتور مثلا صلاح اللي كان بيشرحها لي، فاكيد دكتور صلاح ما يشرح تريماتودا على عكس ما دكتور باسم بيشرح تريماتودا. كل دكتور بيبقى ليه ايه طريقته شويه في المعلومات، هي نفس الكلام نفس الدود، بس كل دكتور بيركز على حاجات وحاجات لا. فانت يا ريت تمشي مع الدكتور اللي بيديك الماده دي. تمام. ما تسمعش شرح من بره. يعني انت، طب ياسمين ما انت هتنزلنا شرح، يعني اسمعه ولا لا؟ بص، اللي انا عاوزاك تعمله ايه في الشرح اللي انا هنزله لك، انت اسمعه من باب انك خدت فكره كويسه عن الماده، وخدت فكره حلوه عن المحاضره، وفي نفس الوقت تكون عرفت ازاي تذاكر الماده، وعرفت تحشيشات، واديت لك افكار ازاي تحفظ في الماده. لان انا مش بشرح لك، انا بحفظك، انا بذاكر معاك، فالموضوع يبقى بالنسبه لك سهل. فعشان بصراحه لو انت حابب خطه كويسه للباره طول السنه كده، فان شاء الله الفيديوهات اللي انا هنزلها لك او الريكوردات ايا يكن، يعني الشرح هيكون قبل ما تاخده في الكليه. فانا عاوزاك تسمع المحاضره من على اليوتيوب من هنا من القناه، عشان تاخد فكره عن المحاضره، تعرف ازاي بتتذاكر، تلاقي عندك كده ايه معلومات حلوه في المحاضره. بعدها بقى روح اسمع منصتك وذاكر بقى من ايه، من المنصه بتاعتك، وهتذاكر بنفس الطريقه اللي انا بشرح لك منها. انت لو فهمت طريقه الشرح بالتحشيشات بالحاجات دي، هتعرف تذاكر ان شاء الله بنفس الطريقه، بس مش اكتر من كده. ده كل الحوار. طبعا اهميتها في الشغل، الماده مهمه جدا طبعا في الشغل، خصوصا للناس اللي هتشتغل في اللارج بقى والمجازر والحاجات دي. يعني انت عندك حاجه زي الفاشيولا مثلا مبهدله الدنيا خالص في اللارج، يعني فلا طبعا طبعا الماده مهمه جدا في الشغل، وبالذات للشباب، يعني الشباب بشكل كبير الماده دي اهتموا بها كويس قوي.